بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم غادي نتكلموا إخواني على النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي وخاصة في هذه المناسبة تاع العيد الأضحى. كنا ولينا نتكلموا على الموال ما يخافش من ربي وغلى علينا الكباش، وباش ما نأدوش الشاعرة تاع الإسلام وما نديروش السنة المؤكدة إلى آخره. حصلنا كل شيء في الموال، وكأن الموال هو سبب التخلف تاع البلاد. كاع المشاكل تاع البلاد سببها الموال. على ما نتكلموش ونقولوا الحقيقة ونصارحوا أنفسنا باللي هي هذا ماشي مسألة تاع الموال، هذه مسألة تاع فساد القلوب. حنا القلوب تاعنا فاسدة، حنا ولينا منافقين، ولينا أنانيين، نستغلوا أي فرصة من أجل باش نديروا الدراهم على حساب أخونا المواطن. يعني مسكين يحقر فيه مسكين، مسكين يبروفيتي فيه مسكين، مواطن بسيط يتفرعن على مواطن بسيط. خلينا من الكبش تاع العيد، الكبش تاع العيد يجي عام وراح. كي كانت الكورونا شكون اللي غلى الأكسجين؟ شكون اللي غلى الأكسجين وخلى الناس تموت؟ يا هل ترى الموال؟ ماشي الموال. كي يجي عيد الفطر شكون اللي يغلي القش الملابس تاع الاطفال وهذيك؟ شكون اللي يغليها؟ الموال ماشي الموال. شكون اللي غلى اللوبيا؟ شكون اللي اللفت اللي كان القليل من المواطنين ياكل؟ الناس الاغلبيه تاع الناس ما ياكلوش اللفت رجع 40,000 و50,000 و60,000. اللفت كيلو لفت ب 50,000 و60,000. يا هل ترى الموال؟ وهاد الجزارين اللي باعوا اللحم يوم العيد 300 350 ميل للكيلو، هادو عاد نقول لك الموال. وهادو الاطباء هادو اللي تروح عندي عندها ايكوغرافي ب 300 ميل، الله يعافينا ويبعدنا عليهم بعد السماء عن الارض، عاوتاني نقول الموال؟ لا يا اخي، هذا ماشي الموال. هذا الانسان الجزائري بصفه عامه، الانسان الجزائري ولا بشي مليح، ولا اناني، يستغلك، يستغل اي فرصه باش يحقر، اي فرصه يستغلها باش يسيطر، باش يتفرعن، باش يحضر، باش يظلم. عنده الرغبه في الظلم والرغبه في الحقره والرغبه في السيطره. هذا مرض نفسي راه فينا. هذا تروح غير لاميري تخرج اكس نيسونس كيلقى اوكازيون باش يحقرك وما يعطيكش اكس نيسونس، يستعملها معك غير شويه، تعطي عندها غير شويه تاع بوفوار، ان غرام تاع بوفوار، ان غرام تاع شو تاع ان غرام تاع بوفوار يستعملها معك. يشوفك غير شويه يكون هو اطلات عليك ولا يبدا يتفرعن عليك، يكون غير شويه عندها الدراهم اكثر منك يتفرعن عليك. حنا ولينا هذا اسمه النفاق الاجتماعي، ويسموه الحقره. انسان عنده ثقافه تاع الحقره، ثقافه تاع الحقره، ديسبلي تاع حقار، يستغل اي فرصه باش يحقرك، يستغل المواسم الدينيه، الاعياد الدينيه، يستغل كل شيء، يستغلها ليسونسيال يحقر. متى اتيحت له الفرصه باش يحقر. وللاسف وصلنا لهذيك النظريه تاع ماكيافيل هذيك اللي يقول لك من لا يستبد الا الضعيف. زعما غير الضعيف اللي ما يحقرش، زعما كل انسان عنده قوه يحقر بها. هذه هي الحقيقه اخي. ما نحصلوا لا في الموال، ما نحصلوا حتى في واحد. حنا التركيبه الاجتماعيه تاعنا ولات كيما هاك، ولا عندنا مرض. هذا المرض يسموه حب الذات والنرجسيه والانانيه وحب الفرعانه وحب السيطره وحب الظلم وحب الحقره. وفي كثير من الاحيان ولينا حتى حنا نبغوا الحقره، حتى حنا ولينا نبغوا نتحقروا. الله يهدينا. وحنا نقولوا اش نقولوا؟ ما نحصلوا لا في الموال لا في تحت واحد. نقولوا ربي يهدينا، ربي يهدينا ان شاء الله، ربي يهدينا. هذا ما نقولوا. واحد الانسان كي ينوض الصباح يقول يا ربي يهديني، يا ربي يهديني، يا ربي يهديني، لعل الله يهديه ويهدي كل المواطنين ونرجعوا الى طريق الخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.